أنا مستمع جيدة لأصحابي، والأغلب بيلجأ لي للفضفضة وطلب الاستشارة، لكن أنا مش بعرف أفضفض لحد أو أحكي، وده بيتعبني. في سببين كبار البني آدم ممكن يكون ما بيعرفش يتكلم بسببهم. السبب الأولاني ليه علاقة بطبيعة النشأة، وإنه ممكن ما كانش خد فرص معينة للسماع، فحس إن هو أكثر ضآلة أو أقل من إنه يحكي، أو إنه لو حكم مش هيحس إنه مستريح، إن عمره ما اتسمع، فمكنة العضلة بتاعة الفضفضة مش موجودة، فمش بيعرف يتكلم قوي. وده بيتحل لما البني آدم بيقدر يفهم نفسه كده، ويعرف إن دي حاجة ممكن تكون عدت عليه في فترة من حياته، في طفولته، في شبابه، أيا كان، يعرف يتحرر منها. دي مش حاجة في الجينات يعني. الحاجة التانية إنه يكون البني آدم ده لما بيسمع ناس وبيشوفهم بيضعفوا ويفضفضوا، وساعات ممكن يقولوا حاجات غلط عملوها أو حاجات بتضايقهم، بيحس إن الشخص ده قلل من نفسه أو صغر من نفسه، فهو ما يحبش يحط نفسه في الموضع ده، موضع إن أنا أبان ضعيف وبحكي كده لرؤيته ضعف الناس قدامه. فأقول لك لا يا صديقي، بالعكس، ده اللي بيحكي ده قوي جدا، القادر على إنه يطلع أحزانه أو أوجاعه أو مخاوفه أو أخطائه مع حد بس يكون خبير عشان يساعده على التحرر منها وحسن التعامل معها. ده شخصيته قوية جدا جدا، إنه بيعرف يتكلم أصلا. اذكري بلا إله إلا الله، وده يساعدك على الفضفضة إن شاء الله.